هذا البرنامج برعاية مشفى فرمان. مشفى فرمان لكافة الاختصاصات: جراحية، تنظيرية، عظمية، نسائية، داخلية، أطفال. قامشلو، طريق الحسكة. يسعد مساكن متابعينا وين ما كنتوا عم تتابعونا. هلا عم تسمعوا إذاعة بوير اف ام على الموجة 103.5 من بوير اف ام. يسعد لي مساكن. حلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا وضيف جديد. ضيفنا بهالحلقة رح يكون الدكتور ياسر أحمد، اختصاصي بأمراض الكلية. نحن وانتو رح نرحب فيه. طبعا العديد من الأسئلة رح نطرحها بخصوص مرضى الكلية ورمضان. الدكتور ياسر أحمد، يسعد مساك. يسعد مساك استاذ عماد، يا اهلا وسهلا. بنتشكرك كتير طبعا انه اخذنا من وقتك بعض الوقت لحتى نفيد المستمعين والمشاهدين، وكونه نحن هلا مقبلين على شهر رمضان الكريم، وفي مرضى كتير واللي هن من جملة هالمرضى هدول جملة يعني مرضى الكلى. يا ترى دكتور مين هن يلي بيتسموا مرضى الكلية؟ شكرا استاذ عماد، كل عام وانتم بخير بمناسبة قدوم عيد او عفوا شهر رمضان المبارك. هلا مرضى الكلى في شوي لغط او فينا شو الاعراض بيجوا فيها عادة. هلا عادة مرضى متعارف عليهم بيجوا مرضى القصور الكلوي، بس فينا نقول مرضى البيلة الدموية بيجوا بدم بالبول، بيلة بروتينية، زلال قصنا، مرضى القولنج الكلوي، الالتهابات البولية او وجع الخواصر. حاول احكي بكلمات طبعا تكون يعني بالعامية مشان تماما المستمعين يستفيدوا. مرضى الكيسات، مرضى ارتفاع الضغط، مرضى الوذمات اللي بيجوا يعني تورم بالساقين، هدول تكون عندهم مشاكل، ممكن تكون عندهم مشاكل كلية. مرضى الاضطرابات الشاردية، الصوديوم والبوتاسيوم، تكون ضعف عضلي، أعراض عصبية ممكن تعطي حتى. ممكن نتفاجأ بوجود فقر دم عند مريض مرضى الكلى. الانتانات البولية مثل ما ذكرت، حرقة، حرارة، تعدد بلاد بيطلعوا كثير لبرا. مرضى ممكن يكون اقياءات حتى بيجوا المرضى. هاي الأعراض ممكن يجونا فيها المرضى الكلى. تماما. هدول بيتصنفوا مرضى الكلية، هدول مرضى الكلى يعني. نعم. تمام. هلا السؤال المحور لقائنا طبعا هو انه مين هن اللي يجوز لمرضى الكلية مثلا انه منهم يصوموا، ومين هن اللي ما فيهم يصوموا؟ هلا الموضوع صراحة نسبي هو، وكل مريض مو مثل المريض الثاني. هلا اذا خلينا نحكي شوي واحد يعني او بند أكيد. اذا قلنا الانتانات، هلا مريض عنده انتان بولي بسيط، علاجه بده 3 ايام. المريض فيه يصوم خصوصا بوجود ادويه هلا عندنا بجرعات وحيده بتتاخذ المساء. الحاله العامه للمريض جيده، مانا يعني صعب كتير، فيه يكمل صيامه والامور سهله. اما مريض عنده انتان بس صاير التهاب حويضة وكلية، يعني بوجود حرارة، التهاب الكلية نفسها موجودة، حرارة، إقياءات، حالة عامة سيئة، حقيقة هدول المرضى ما بننصحهم بالصيام. بيتعالج بشكل جيد مدة 10-14 يوم، هلا بعد الصيام ممكن انه يكمل الصيام. مرضى الحصيات، هلا مو كل مريض عنده حصاد كمان نقول له انه يصوم او ما يصوم. في مرضى ممكن يصوموا، طبعا دائما الامر مرتبط بالحاله العامه للمريض. يعني مريض عنده بحصه ولو 2 سم 3 سم موجوده بالكليه مستقره، ما بتعمل له الم، وجع، ما في حراره، ما في التهاب عليها، ما في استسقاء بالكليه بوجود الايكو، يعني طبعا حالته العامه منيحه، بيصوم طبعا مع مراقبه، يعني على الاقل كل 10-15 يوم ممكن يعملوا تحليل كرياتين، فحص بول، يشوف حاله تعبان كتير بيراجع طبيب. اما غير هيك فيه يصوم يعني. تماما. مرضى فينا نقول مرضى الكيسات. الكيسات كمان لها انواع. مريض عنده عمره 50 سنه عنده كيسه قشريه، كيستين 3، هي بحكم العمر عم تصير. تماما. اما نقول للمريض انه والله هي الكيسه ما تمنعك انه تصوم، اكيد لا. في مرضى الكيسات، الادواء الوراثيه الكيسيه مثل الكليه عديده الكيسات، الاشياء طبعا عندنا. هلا
بشكل عام إذا وضع المريض مستقر، ما عنده قصور، ما عنده حصيات متحركة، ما عنده ألم حرارة مثل ما ذكرت، الحالة العامة منيحة، فيه يصوم المريض. مرضى القصورات، مرضى القصور الكلوي الحاد، نعم. القصور الكلوي الحاد وقصور الكلوي المزمن نفرق بيناتهم شوي. أول مرضى القصور الحاد تعرف إنه هذا هو تدهور تدريجي بوظيفة الكلية بتكون، هدول صراحة ننصحهم إنه ما يصوموا. يعني أغلب الحالات العامة تكون سيئة أكيد هذه يعني بمراحل متطورة طبعا يعني. أكيد بيكون جاي بتجفاف، بنقص حجم، بإسهالات، بإقياءات، بيتعالج بشكل جيد. وأغلب المرضى هذول أكيد بيحتاجوا لإماهة وردية، وهي بالأصل يعني تفطر المريض يعني باعتبار سوائل التغذية وهذول بتكون فيها. مرضى القصور المزمن، في عندنا مرضى القصور المزمن، هل هدول كمان فينا نصنفهم مراحل. المراحل الأولى لما بيكون وضع المريض مستقر، الكرياتين بأرقام صغيرة، يعني فينا نخبر المريض إنه يصوم، بس مع مراجعة الطبيب واستشارة الطبيب بوجود أي عرض جديد، نقص حجم البول، أو بوجود تحليل مرتفع، مثلا عنده وظيفة الكلية دهورت شوي، لا بيراجع طبيبه وبيعطيه النصائح. تماما. هلا مرضى الغسيل، فينا نقول مرضى الغسيل اللي صاروا بالغسيل بشكل مستمر، مرضى الديال الدموي أو مراكز الغسيل. هلا هدول المرضى كمان صيامهم نسبي. أما المريض اللي بيكون بحالة عامة مستقرة وبيروح على جلسات الغسيل وما عليه مشاكل، ما في اضطراب شاردي، خضابه جيد، ما في قياءات مراجعة، شو بيعمل؟ بيصوم، بس عادة مو بيوم الغسيل. مو بيوم الغسيل. يوم الغسيل تعرف السوائل هي نفسها يعني فيها شوارد تنعطى كمغذيات، تنعطى عن طريق يعني الوريد يعني. نعم. هي ما في يصوم فيها. تماما. إذا حتى مرضى دكتور، حتى مرضى عفوا على المقاطعة، حتى مرضى الغسيل عندهم إمكان لا نعم، بس يكون بشرط وضع المريض جيد. النقاط اللي ذكرتها مريض يعني. عندنا تعبان وحالته العامة مو منيحة يروح صوم أكيد بيضر حاله. تمام. بعدين هو بالأصل يعني صوموا تصحوا يعني. تماما. الصيام لصحة المريض. هلا مرضى في كمان فيها تاني مرضى الكلى الوحيدة، فينا نقولهم عنده مريض كلية وحيدة. الثاني ضامرة مو موجودة، أو مستأصلة جراحيا أو نعم. كيف استاذ؟ أو مستأصلة جراحيا أو ضامرة. نعم. كلية وحيدة بتشتغل عنده. هلا هدول فيهم صوم صيام النسبي كمان متعلق بوضعهم الصحي مع مراقبة مع الطبيب. أي حالة عامة طارئة عندهم صارت ممكن يقطع صيامهم. مرضى زرع الكلية كمان هدول نسبة منيحة في من المرضى. هلا مرضى زرع الكلية صراحة في عندهم موضوع الأدوية أو جرعات الأدوية اللي بده ياخذها المريض، يعني باعتبار أغلب المرضى معظمهم بياخذوا 3 جرعات أو 3 أنواع من الأدوية. تماما. ونوعين منهم بياخذ جرعة صباحية وجرعة مسائية. موضوع الجرعات عادة تكون ثابتة، فهي فيها صعوبة شوي إنه يضبطوا الجرعة، وإنه مثلا 10 صباحا 10 مساء، يعني 10 صباحا المفروض يكون صايم تماما، 10 مساء بده يكون مفطر. فيها صعوبة كتير يعني. وبدها مراقبة معايرات، خصوصا بمناطقنا يعني معايرات غير موجودة تماما، ممكن تضروا صراحة. تماما. فأنا بنصحهم إنه ما يصوموا صراحة، مضر بصحتهم. والكلية هي غالية كتير، ما إنه أكيد من الأعضاء النبيلة يعني. سهل أبدا يعني. أكيد. تماما دكتور. هلا ضمن حكيكم هلا استنتجنا سؤال اللي هو انه مين يقرر انه سواء هذا المريض انه فينه يصوم ولا ما بيجوز تصوم؟ يا ترى الطبيب اللي يحدد للمريض انه فينه يصوم، او المريض من ذاته من مثل ما تفضلت من شوي انه شاف حاله تعبان او كذا، يعني مين بيقرر دكتور؟ هلا هي المشورة الطبية ضرورية كتير. المفروض أغلب المرضى يعرفوا المشورة الطبية مهم. الطبيب يعطي استشارته، بيعطي نصيحته، بيقرروا شو بده يعمل. الأغذية، نوع الأغذية هدول، كميات المي اللي بده ياخدها، خصوصا بالصيام عم نحكي، وبيعمل له تحاليل. بالنهاية هو القرار الأول والأخير للطبيب طبعا، بعد برضا المريض أكيد كنت يكون. تماما أكيد.
دكتور هلا كمان ضمن سياق حديثكم من شوي ذكرتوا بعض الأمراض المزمنة وبعض الأمراض اللي ربما تكون عابرة. هلا مريض صار معه فرضا صار بحاجة لغسيل كلية مؤقت وتراجع يعني تحسن وضعه ضمن هالفترة هاي، فينه انه هذا المريض يصوم مستقبلا او بالوقت الحالي؟ هلا العابر معناته قصدنا هو حاد. انا ذكرت تماما انه مريض الحاد بده يكون حالته العامة سيئة اكيد، يعني اذا ما فيه يصوم بصور حاد بده يكون حالته العامة سيئة، بيكون عنده شحبول، بالاصل في عنده مراجعة وقيئات المريض، يعني صعب جدا انه يصوم، بس بيتحسن ان شاء الله بعد فيه يصوم بعد ما يتحسن، خصوصا انه عابرة، حالة عابرة يعني. اما بالنسبة للامراض المزمنة انا ذكرتها استاذ ايمان. تماما اكيد ذكرت انه الموضوع نسبي، مراحل خفيفة يصوم بس مع مراجعة طبية دقيقة تماما بالتعاون مع الطبيب أكيد. والإشراف الطبيب أكيد. يعني المرضى اللي هلا من شوي كمان دكتور ذكرتوا موضوع تناول الأدوية، يا ترى كل هالمرضى هدول فينهم إنه يصوموا للي عندهم أدوية ثابتة بتخص الكلية مثلا؟ تمام. هلا مرضى الزرع مثل ما قلت مواعيد ثابتة. مرضى الزرع مواعيد ثابتة تماما ما فيها تتغير أبدا، لأنه أي تقليل الجرعة أو تغيير موعد الجرعة ممكن يؤذي الكلية. هدول من الثوابت يعني تماما. بقية المرضى مثل ما ذكرت مثلا بالإنتانات البولية، في مرضى بيجوا بإنتان بولي عندهم جرعة وحيدة، في أدوية كتير بتاخذ جرعة وحيدة، بياخذ جرعة المسائية بعد الإفطار أو بعد قبل الإمساك قبل الآذان، يعني فيه ياخذوه ما في مشكلة. هدول أما هون اللي بنحكي عنهم بشكل أساسي إن مرضى الزرع. بقية الأمراض فيه يؤجل أو يغير موعد الأدوية لبعد الإفطار إذا بده يصوم، ما بده يكون في أي مشاكل. طبعا بيكون بحالة عامة جيدة يعني كمان، مو إنه بيصوم بحالة عامة جيدة وعم يغير موعد أدويته. يعني في شروط شوي قاسية، بس هي أكيد بمصلحة المريض. أكيد. دكتور بعض النصائح رح نختم حلقتنا اليوم ببعض النصائح من عندكم لمرضى الكلية للي عم يستفسر يا ترى فينه إنه يصوم أو ما بيقدر يصوم، للي عم يتبعوا مثلا أدوية معينة. بعض النصائح ورح نختم حلقتنا. هلا نصيحتي لكل المرضى هو استشارة طبيبهم الخاص فيهم، تحضير حالهم لشهر رمضان، إجراء التحاليل اللازمة من ضمن الكرياتينين، الخضاب، قياس الضغط، ضبط السكر، هدول أكيد لازم ينعملوا. كمان الأدوية اللي ممكن يستخدموا ابتعاد قدر الإمكان عن المسكنات أو البروفين، الديكلون المعروفة، يعني مضادات خصوصا إنه بعد الصيام في كتير مرضى أو كتير عالم بتصير عندهم صداع، خصوصا أول أيام مثل ما بتعرفوا، ما هيك أستاذ عماد؟ تماما أكيد. بيبتعدوا لي عن ديكلون بروفين. هي حالة فيزيولوجية طبيعية إنه يصير صداع عنا بعد الإفطار. بيعتمدوا على سيتامول تماما، دواء يعني خفيف سهل وآمن. قدر الإمكان ابتعاد عن الأدوية الأخرى. بعد الإفطار إنه يكتروا من السوائل، بس مو دفعة واحدة. عندك 10 ساعات، من 10 ساعات يعني كل ساعة إذا كاسة مي تماما أظن بكفي، بناخذ لترين تقريبا، لتر ونص لترين إذا حسبناهم. بيبتعدوا لي عن الكولا والمشروبات الغازية، خصوصا مرضى الحصيات. التخفيف من الملح أكيد، يعني هذا خصوصا مرضى الحصيات ومرضى القصورات، يعني بيتبعوا نفس الحمية بس بيغيروا مواعيدهم. وتمنياتي للجميع طبعا بالصحة والعافية، وشهر رمضان إن شاء الله يكون شهر خير وسعادة على الجميع. شكرا كثير لكم دكتور ياسر أحمد، اختصاصي بأمراض الكلية والأمراض الداخلية، لهاي المعلومات القيمة. ونتشكركم أيضا متابعينا ومشاهدينا على حسن متابعتكم للحلقة الجاية إن شاء الله وموضوع آخر. ضلوا بخير وسلامة ورمضان كريم. هذا البرنامج برعاية مشفى فرمان. مشفى فرمان لكافة الاختصاصات: جراحية، تنظيرية، عظمية، نسائية، داخلية، أطفال.
قامشلو طريق الحسكة. کرونا ویروس چاوا بلاف دبو ام چاوا خوجه بپارێزن. کووید 19 مرۆڤ جارا یەکەم پێدەحسن. دەما مرۆڤن بە ڤایرۆس کەتی دەئاخڤن، دکوخن، دپشکن، دلۆپ ji devê wan dertê. Bûya wayî jî derbasî mirovên din dibe. Ev dilop nêzî metroyekê diçin û bi ser tiştan xwe bicih dikin. Heta kengî ev vayros dijî nayê zanîn. Divê mirov derdora xwe bi rêk û pêk paqij bike. Em destên xwe didin gelek tiştan. Dibe ku vayros li ser wan hebe. Lewma divê mirov destên xwe nede çav, bêvil an jî devê xwe. Destên qirêj dikarin vayrosê derbasî laşê me bike. Dema em bipişkin an bikuxin, divê enîşka xwe an jî destmalekê mirov bide berdev û bêvla xwe. û divê ew destmal were avêtin ji çopeke devgirtî re. Ji bo parastina xwe ji vê vayrosê, destên xwe bi av û sabûn û maddeyên paqijiyê teqîmê gelek caran bişon. Li xwe miqate bin û pêşî li belava vê vayrosa metirsîdar bigirin.